إذا متابعينا الكرام، انطلق اليوم رالي إفريقيا أو ما يصطلح عليه كذلك بأفريكا إيكوريس، الذي سوف يمر من الصحراء المغربية، سوف يمر من المغرب من الصحراء المغربية انطلاقا من مدينة الناظور وصولا كذلك إلى دول إفريقية أخرى. ما يهمنا هنا متابعينا الكرام هو أن نظام حضارة الجزائر خلال الأسابيع الماضية والأيام الماضية كان يحاول عدة مرات أن يعرقل تنظيم هذا السباق أو الرالي اللي هو أفريكا إيكوريس، مع العلم أنه في كل مرة يتم تنظيمه في المغرب ويمر من الصحراء المغربية بدون أي مشاكل. نظام حضارة الجزائر ومرتزقات البوليزاريو كانوا كيهددوا على أنهم غادي يقصفوا غادي يستهدفوا المشاركين في هذا السباق في محاولة يائسة وبائسة منهم باش أن هذا السباق يتم إلغاؤه في المغرب وما يمرش من الصحراء المغربية، لكن بطبيعة الحال حتى شي حد ما تسوق لهم والسباق انطلق اليوم السباق وصل لمدينة الناظور وغادي يبداو من هناك وصولا إلى محمد الغزلان، كذلك إلى الصحراء المغربية، وصولا إلى معبر القرقرات وكذلك لموريتانيا، ثم التوجه نحو دول إفريقية أخرى. وهنا متابعينا الكرام نرى انتكاسة أخرى لنظام حضارة الجزائر الذي فشل مجددا في أنه يحقق أي شيء ضد المغرب فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وفشل في منع هذا الرالي أو هذا السباق الذي يمر في كل مرة من الصحراء المغربية مع تغطية إعلامية مهمة جدا تسلط الضوء على الصحراء المغربية وعلى أقاليمنا الجنوبية وعلى البنية التحتية اللي فيها وعلى المناظر الخلابة اللي فيها. المسألة بطبيعة الحال التي توجع نظام حضارة الجزائر إلى أقصى المستويات، لذلك حاولوا في كل مرة على أنهم يمنعوا هذا السباق من أنه يدوز من الصحراء المغربية، لكن في كل مرة كيفشلوا. هذه المرة تلقوا الكلاب ديالهم ديال مرتزقات البوليزاريو باش يهددوا وينبحوا في عويل وصياح كما هو العادة دائما أنهم غادي يستهدفوا هذا السباق وغادي يقصفوا وغادي يديروا وغادي يفعلوا كما يقومون بنفس المسألة في كل مرة، لكن بطبيعة الحال المنظمين لا يأبهون لهذا الخرافات وهذه الخزعبلات وهذا العويل والنباح سواء ديال النظام الجزائري سواء ديال مرتزقات البوليزاريو، ويصرون على أنهم غادي يدوزوا من الصحراء المغربية ومن الأقاليم الجنوبية المغربية، لأنهم في كل مرة كيدوزوا منها كيشوفوا حجم التنمية والبنية التحتية وروعة الأقاليم الجنوبية المغربية، فبذلك هم في كل مرة يصرون على المرور من الصحراء المغربية. فهي انتكاسة جديدة لنظام حضارة الجزائر في 2024. حسبوا معايا الآن هذه يومين شحال من انتكاسة وشحال من صفعة دبلوماسية يتلقاها نظام حضارة الجزائر منذ بداية هذه السنة الجديدة. متابعينا الكرام، أراكم في فيديو قادم.